قرية تحمل انتماء الكرد في عمق الديار اليمنية. لمعرفة تفاصيل هذه القرية نتابع المزيد. للوهلة الأولى لفت نظرنا التشابه الكبير بين الطبيعة الجبلية وتضاريس كردستان. ربما كان هذا الدافع لأجداد أكراد اليمن ليسكنوا هذه الجبال، لتظل ذكرى كردستان عالقة في أذهانهم. إذن هي رحلة طويلة مع الذكريات، شبيهة بالخيال، تعبر بنا من جبال كردستان إلى جبال اليمن، ليكون لنا لقاء مع التاريخ مجددا في قرية الكرد. هذه طبعا هي قريتنا، وهذه طبعا هي أراضينا إلى أسفل السهلة، هذا اللي تحت. يعني تعداد سكاننا يعني في حدود 800 نسمة. دارت في أذهاننا تساؤلات حول الدافع لهؤلاء حتى يعبروا هذه المسافات الطويلة صوب اليمن، وأتتنا الإجابة وبلهجة يملأها الفخر من خلال ما يتحدث به سكان قرية الكرد عن أجدادهم الذين أتوا مع الركب العثماني في القرن السادس عشر. نرى في وجوه من زرناهم في قرية الكرد كما في تعاملهم سمات الإنسان الكردي من الشهامة والجلد والكرم، وهذا ما جعلهم محل احترام وتقدير القبيلة اليمنية التي عاشوا في كنفها وأصبحوا جزءا من نسيجها الاجتماعي، ممتثلين لتقاليدها وأعرافها مع احتفاظهم بهويتهم الكردية. الأمر الذي يمكن عزوه لوجود تطابق في صفات الإنسان الكردي مع سمات الإنسان في القبيلة اليمنية كما بدا لنا. يظل الأكراد هنا مفاخرين بأصولهم الكردية، وهذا ما عكسته تسمية قريتهم بقرية الكرد. هنا يروي الأجداد للأبناء تاريخا عظيما لا يبدأ بصلاح الدين الأيوبي ولا ينتهي بالملا برزاني. إياد الموسمي من قرية الكرد، رودا. تبرابن وردم دماوية ومهر ديرتي فخمن درابن ديزو خور تبرابن وردم دماوية ومهر ديرتي فخمن. تبرابن وردم دماوية ومهر ديرتي فخمن درابن ديزو خور تبرابن وردم دماوية ومهر ديرتي فخمن.
خور تبرابن وردم دما ويا ومهردي ربتي فغبن درابن درابن بيزو خور تبرابن وردم دما ويا ومهردي ربتي فغبن درابن بيزو خور تبرابن وردم دما ويا ومهردي ربتي فغبن درابن درابن بيزو خور تبرابن وردم دما ويا ومهردي ربتي فغبن درابن درابن بيزو خور تبرابن